يلا بينا انبوكسنج كتب تالتة ثانوي. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ممنوعات يا صاحبي. برافو برافو برافو، حقيقي برافو. هذه ريدنج قولا واحده غير البيرفكت كونتينوس، ده هو الاستخدام الامثل. خلي بالك ده سر ما بيني وبينك طبعا، بس صدقني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد وفلوج جديد. هاخدكم معايا النهارده بإذن الله في وفلوج النهارده هيكون مختلف عن نوع الفلوجات اللي انا بعملها. هو يعني هاخدكم عادي فيه من كل حاجة، بس هيكون بطريقة مختلفة شبه ما قلت لكم على المنتدى. زي ما انتم عارفين ان احنا خلاص ابتدينا السنة الدراسية وتالتة ثانوي ابتدت والكتب اترست على المكتب ما شاء الله. فعشان ما يبقاش صعب عليا ان انا اصور فلوج واقعد امنتج واخد وقت كتير في المونتاج، فقلت لكم لو انتم حابين ان انا اصور لكم فلوج بس يكون فلوج كده اللي هو يعني اكننا فاتحين فيديو كول مع بعض وبنتكلم عادي، اللي هو بقول لكم اخر التجديدات في حياتي، بعمل ايه، الكتب اللي جبتها دلوقتي باخد مع مين وهكذا. بس في نفس الوقت ما يكونش الموضوع مكلف وبمونتاج كبير، اللي هو بس بندردش مع بعض. ففلوج النهارده لو طلع بالصوره اللي في دماغي حاسه هيكون مختلف عن كل الفلوجات وهيكون بطبع مختلف كده، يعني ان شاء الله احبه وانتوا تحبوه. حاسه ان هو لو ظبط معايا بالطريقه اللي في دماغي فهيبقى قريب لقلبكم اكتر. النهارده الخميس وانا صاحيه من بقالي حبه، بس كنت بحفظ الانجليزي للدرس اللي عليا دلوقتي، عندي درس كمان ساعه، فهو ده الدرس الوحيد اللي عليا النهارده. فالساعه دلوقتي 12 ولا 5، يبقى مش كمان ساعه، عندي درس كمان نص ساعه فعليا. فدلوقتي محتاجه اقوم اجهز معاكم كده. دلوقتي فاضل نص ساعه الدرس، انا صحيت ما عملتش اي حاجه ما عملتش اي حاجه غير ان انا رجعت بس الكلمات اللي عليا دلوقتي، ما فطرتش ولا عملت اي حاجه. فهاخدكم معايا دلوقتي نجهز للدرس ونشوف لو هلحق افطر ولا نجيب فطار واحنا ماشيين. عشان خاطر التصوير لابسه جاكيت بكم تقيل تقيل ملح، بس عشان خاطر عيونكم بقى. انا كنت مجهزه انا طقم امبارح فمش عارفه يعني هلبسه ولا لا، بس هو ده الطقم اللي معايا مؤقتا يعني. فهشوف، مش حاساه. انا المفروض بلبس على دي دايما الطرحه البرجندي نفس اللون ده، بس هي متوسخه فهلبس عليها الطرحه البيضاء. فمش قادره احدد بقى هل هلبس عليها الطرحه البيضاء بشكلها حلو ولا لا. فهشوف لو هستقر عليها هاخد الجيبه كويه بسرعه عشان نلحق ننجز. بما ان اللون هيبقى قايم على الطقم كله، هيبقى قايم على اللون البرجندي، فحاسه ان انا هضيف معاهم ده بحيث انه يكسر الالوان شويه. قولوا لي ايه رايكم في الشنطه دي كمان.
لسه راجعه من الدرس حالا، فبعدين كنت عارفه ان انا عندي فيديو محتاجه اصوره، وهو الكتب اللي هاخد فيها في ثالثه ثانوي باذن الله، فقررت ان انا اصوره دلوقتي وانا جاهزه بالمره. هو بما ان انا لسه اصلا ما بداتش كل المواد، يعني مستر عبد المعبود لسه ما بداش، وكذا ماده لسه ما بداتش يعني. لا مش كذا ماده لسه ما بداتش، انا بدات فعلا مع مستر عبد المعبود ومحمد صلاح. فهو دلوقتي في كتب جت، فانا بستخدمها بالفعل فحطها هنا. في كتب ما كنتش لسه بستخدمها فطلعتها، شبه مثلا مستر عبد المعبود. وفي كتب مستر محمد صلاح لسه اصلا ما طلبناهاش، مش عارفه هي نزلت اصلا ولا لا، بس يعني لسه ما جبناش يعني. بس فادي الكتب بقى كلها، فانا طلعتها وهصور الفيديو دلوقتي. هظبط بقى زاويه لذيذه كده ونقعد نتكلم سوا. انا نفسي اثبت الكاميرا كده الاماميه علشان ابقى شايفه انا بقول ايه، بس الكاميرا المشكله على السكرينه، فمخليها الاضاءه سمرة كده، يعني السكرينه جايه على الكاميرا فمش عاجباني خالص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا بينا انبوكسنج كتب ثالثه ثانوي، مش انبوكسنج قوي بس تعالوا اعرفكم يعني ايه الكتب اللي انا جبتها لثالثه ثانوي باذن الله. فهي دي اللي معانا، يلا نبدا بقى. خلينا نبدا باخف كتب معايا، وهي ماده الانجليزي. معرفش ايه السبب ان دي اقل كتب، بس هي دي الماده الوحيده اللي الاستاذ طلب مني كتاب واحد، فهو واحد بس اللي جبته. وهي كانت ماده الانجليزي، جبت فيها كتابين، كتاب جيانتس او العمالقه في الانجليزي، ده كتاب الترم الاول وده كتاب الترم الثاني. الانجليزي بقى كان في كذا حد فيكم سالني اسئله كتير عنه، دي الماده الوحيده اللي عليها اختلاف فيها، وكذا حد فيكم بيسالني بتذاكرها ازاي، او اسئله كتير مختلفه حواليها. فحوار بتذاكرها ازاي ممكن نتكلم عنها في فيديو جاي باذن الله. بس خلينا بقى نتكلم في اللي هو نقط سريعه. انا كنت زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع المدرسين اللي هاخد معاه، هسيبه لكم فوق لو انتم مشفتوش عايزين تعرفوا هاخد مع مين، هسيبه لكم تتفرجوا عليه. قلت لكم ان انا باخد اوفلاين، بس كذا حد فيكم كان بيطلب ان انا ارشح لحد اونلاين. انا عندي لكم هو دكتور عمر. دكتور عمر هو مدرس انجليزي بيبدا على اليوتيوب، بنزل كل الشرح بتاع السنين كلها يوتيوب عادي. الحقيقه انا باخد معاه من اولى ثانوي وثانيه ثانوي. مثلا انا باخد اوفلاين، فمثلا لو انا عاوزه اذاكر القاعده او قبل ما اروح الدرس ابقى نشاط دماغي، باخد معاه بسمع منه الفيديو. بصراحه بيبقى شرحه جميل قوي، بيحط فيه نقط كتيره واسئله كتيره متعلمه بنجوم كده، بيبقى فعلا فايده وبتبقى نقط فعلا مهمه للامتحان يعني. فانا برشح لكم دكتور عمر، هسيب لكم صفحته تحت لو انتوا عاوزين توصلوا له، او تكتبوا دكتور عمر ماده الانجليزي هيطلع لكم شرح القواعد كلها. هو لسه بدأ، حتى انا الصبح كنت بتفرج معاه على القاعده بتاعه يونت 7 وبجد شرحها بطريقه جميله، لملي كل النقط بتاعه القاعده بطريقه حلوه، فهسيبه لكم تحت باذن الله. وده كان بالنسبه للخص الانجليزي. ونيجي بعد كده للماده التانية وهي الكيمياء. الكيمياء بقى فيها كتابين. اول حاجه انتوا عارفين ان انا باخد معاه مستر خالد صقر، فاول حاجه معانا هي مذكره مستر خالد صقر. المذكره دي عباره عن شرح الباب الاول والثاني، ودي كمان ورشه عليها، وهيعمل لنا ورشه يعني في اخر البابين، فهو مدينا كمان المذكره بتاعته. والكتاب الثاني في الكيمياء هو كتاب الامتحان. طبعا ما جبتش حاجه من دماغي، هو المستر اللي كان بيقول لنا ان احنا هنحل من مذكرته، كمان هنحل من كتاب الامتحان كيمياء ومندليف كيمياء برضو. فهو قال لنا هاتوا كتاب واحد منهم، فانا اخترت ان انا اجيب كتاب الامتحان والمندليف، بفتح الامتحان معاه على المنصه وبحله معاه. الماده اللي بعد كده وهي العربي. طبعا انتوا عارفين ان انا باذن الله هاخد مع مستر محمد صلاح، بس برضك هو ليه كتب، فانا الكتب بتاعته لسه ما جبتهاش، فلما تيجي ان شاء الله هعمل لكم انبوكسنج. تاني كتاب معايا جبته هو كتاب الامتحان، هو المستر مطلبوش مني، بس المستر بتاعي بيشتغل منه وانا بحبه، فانا برضك جبته عشان احل معاه، لان انا متعوده من اول ما دخلت السنه وبسمع وانا بذاكر في كتاب الامتحان، فانا مرتاحه معاه يعني، فجبته هو كمان للمستر بتاعي. واما كتب مستر محمد صلاح تيجي ان شاء الله اجيبها ونفتحها انبوكسنج سوا. الماده اللي بعد كده وهي الاحياء. والاحياء هي يعتبر اكتر ماده جبت فيها كتابين، بس خلينا نبدا الاول بكتاب الشرح. زي ما انتوا خدتوا بالكم انا مجبتش كتاب شرح لاي ماده خالص، اي كتاب شرح هجيبه يعني هيبقى قديم، او المذكره نفسها بيكون فيها شرح، فما جبتش كتاب شرح لوحده. بس الماده الوحيده اللي كان لها كتاب شرح هو كتاب الاحياء، وجبت لي كتاب شرح قديم السنه اللي فاتت. ما اهتمتش بالشرح قوي بتاع الاحياء، لان انا اصلا الميس بتاعتي بتدينا ورق، والورق ده بيبقى ملخص فيه الدرس كله بالطريقه اللي هي شرحت لنا بيها، فبذاكر منه احسن عشان المعلومه تكون وصلت لي بنفس الطريقه مرتين من ورقها هي. وبقى لو في نقط زياده هنا، او مثلا اجي الم النقط اللي على الدرس كده سريع هنا، لان اصلا الميس بتبقى مزوده لنا اسئله، ومش اسئله بقى، بتبقى مزوده لنا نقط وافكار يعني، علشان احنا ما خدناش ولا اولى ولا تانية احياء، فهي بتبقى كاتبه لنا النقط ازيد بكتير، كمان اصلا مش مكتوب ربعها هنا، فبذاكر من ورق الميس وخلاص. بالنسبه لكتب الحل جبنا كتاب التفوق وكتاب الامتحان، لان الميس هي طلبتهم مننا. كتاب الامتحان بيبقى جاي السنه كلها مع بعض في نفس الكتاب ما شاء الله يعني،
وكتاب التفوق بيبقى جاي الترمين، الترم الاول والترم التاني. وندخل بقى دلوقتي على كتاب مستر محمد عبد المعبود. انا باخد فيزياء ان شاء الله مع مستر محمد عبد المعبود، وطلبت الكتب بتاعته بقالي فتره وجايلي بقالي كتير اصلا، تعالوا نفتحها سوا دلوقتي. دي الكتب الكهربيه، انا معرفش يعني ايه كهربيه، بس دي كتب اسمها كتب الكهربيه، هناخد فيها يعني القسم في الفيزياء. ده كتاب الشرح وكتاب الاسئله، بيبقى جاي معاهم كمان اللي هو الكتاب الكورس التأسيسي، وديت الورق الملخص على كل باب او على كل درس حاجه زي كده يعني، واستيكرات وسكتش الامتحانات، وكمان جاي معاك كوبون هديه كده. وبس هي دي الكتب اللي انا جبتها للمواد، ان شاء الله ربنا يجعلها بنفع لينا. قولوا لي لو انتوا جبتوا كمان نفس نوع الكتب ولا جبتوا كتب تانية. في ناس جابت في العربي كيان، وفي ناس جابت الوافي في الكيمياء تقريبا والفيزياء، فقولوا لي انتوا جبتوا ايه وشاركوني افكاركم. صباح الخير يا دكتورة دعاء. صباح النور يا دكتورة أمنية. السلام عليكم. المغرب لسه مدينا، يا دوبك صليت وجيت لكم، فخلينا نتكلم شويه عن اللي انا المفروض اعمله دلوقتي. انا جيت من الدرس صورت لكم الكتب، وبعدين قمت ساعدت ماما في شويه حاجات في المطبخ واتغديت وقعدت شويه. ودلوقتي بقى عاوزه اقول لكم ايه اللي انا المفروض اعمله دلوقتي. عارفين اليومين اللي هم بيبقوا مضغوطين دروس ومعلومات جديده ودروس عاوزه تتذاكر وكده، وبعدين يجي بعدهم يوم او يومين المفروض تلم فيهم كل اللي انت خدته في اليومين التانيين. فانا دلوقتي في اليومين اللي المفروض الم فيهم. امبارح من النهارده كان عندي دروس، فاخدت فيهم حاجات جديده كلهم محتاجين يتذاكروا ويتحل عليهم الواجبات. فهو ده اللي انا هعمله النهارده. عندي مذاكره احياء وواجب احياء وواجب عربي وواجب انجليزي. فهو ده اللي المفروض انا هعمله دلوقتي. عندي واجب احياء وعربي انجليزي، يعني هقعد بقى اشوف ايه اللي انا خدته اللي محتاج يتذاكر ويتعمل واجب، جزء منه النهارده وهكمل الباقي بكره باذن الله، بحيث ان السبت بدايه الاسبوع بدايه المحاضرات الجديده والدروس الجديده ابقى مخلصه ان شاء الله اللي ورايا يعني من الاسبوع اللي قبله. وانتوا كمان يعني علشان ما نراكمش طول السنه كنتوا بتسالوني، كنت قايله لكم ايه المواضيع اللي انتوا حابين نتكلم فيها في الفيديوهات. فمن ضمن الموضوع قلت ان انتوا ازاي ما نراكمش. انا ما اعرفش فمش هفتي، بس انا بديكم يعني اللي حاسه ان هو ده اللي هنعرف نمشي عليه سوا يعني، عشان ما نراكمش. اعتقد ان احنا المفروض نذاكر اول باول. يعني لو رجعت من الدرس تقعد تشوف الدرس ده خدت منه ايه، تقراه سريعا بحيث انه يسهل دروسك بعد كده. حتى لو انت مش هتحله دلوقتي او مش فاضي تحله دلوقتي ممكن تخلي تاني يوم، بس المهم انك متتاخرش عليه. وبعدين تشوف انت خدت ايه وتقعد تذاكره وتحل واجبه اول باول، بحيث ان انت الدرس اللي بعده يجي انت مخلص كل اللي وراك. فما تراكمش وما تحسسش نفسك يعني عندك شغل كتير، فتبدا ان انت يعني طاقتك تستنزف او تحس ان انت وراك حاجات كتير فتهمل. لا، ذاكر اول باول وخلاص، وراك اول باول، انت مش هتحس ان انت مضغوط باذن الله. الاحياء هي من اتقل الحاجات لانها بحس انها عاوزه حفظ وحل وفهم كمان، فحاسه ان انا هبدا بها الاول عشان لو خلصتها ابقى خلصت جزء كبير وهيبقى باقي لي واجبات صغيره. الاحياء اغلبها بيبقى قايم على الحفظ. فاول حاجه بعمله هو ان انا بجيب الورقه اللي المس مديهولنا، وبعدين بقعد ابدا ان انا اقرا الدرس واقرا اللي هي قايلاه. هي بتبقى كاتبه بنفس الطريقه اللي هي قالت لنا بقى، حفظنا المعلومه، فكده المعلومه بتبقى وصلت لك يعني بنفس المصدر او بنفس الطريقه مرتين. فبقعد اكد بقى على المعلومه على نفسي واقعد اقراها تاني واحفظها كذا مره. بعد ما احفظها اطلع النقط الاستنتاجيه اللي هي مطلعها لنا وكاتباها لنا برضك واقراها.
وبعدين نبدأ حل. فهو ده اللي أنا هعمله دلوقتي. بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.